النهارده هنعمل اكله خطيره، انا شخصيا من عشاقها. بنجيب السندوتش من اي مصمت بشيء وشويات، وعايزه اقول لكم ما بيبقاش كمان مليان كده وبيشبع. اللي هو ممكن كمان نقدمه مع مكرونه. عرفنا ايه هو؟ الطحال. الطحال يا جماعه، بنجيب السندوتش من اي مصمت، لا احنا عارفين اتغسل ازاي ولا اتعمل ازاي. وكمان السندوتش مش اللي هو مليان يعني طحال كده ومبلغ كبير جدا. قررت بقى اعمل لكم الطحال الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يا سلام، خطير. زبده كده بتدوب في البق. كل اللي انت هتحتاجيه ان انت تروحي للجزار بتاعك وتجيبي الطحال، وتعالي يا ست الكل اقولك ازاي تعمليه بطريقه زي الفل وسهله. انا هنا معايا الطحال غسلاه. طبعا الاول شطفاه كويس تحت الحنفيه على ميه جاريه، وبعد كده في طبق حطيت نص كوبايه دقيق ونص ملح وكمان 3 4 ليمونات، وحطيت ميه كافيه تغطيه، وغسلته كويس بعد ما نقعته. وادي الطحال بتاعنا الجميل في حله على النار، وحطيت شويه ميه. الميه غليت ونزلت بالطحال. انا هنا بس بعدله كده في الحله، هو طبعا بيكش يا جماعه. معايا هنا كمان بصلايه، معايا معلقه فلفل صغيره اسمر، حوالي من 8 ل 10 ورقات لوري، من 7 ل 10 فصوص حبهان، ومعايا مكعب مرقه خضار. كل ده نزلت بيه على الطحال، وهغطي بقى كده الحله واسيبها تغلي شويه. هنا فات كده حوالي 10 دقايق والميه بتغلي، وقلنا نبص على الطحال بتاعنا. ما تستغربوش يا جماعه، الميه مش سودة، لا هو بينزل ايه، البهاريز كده اللي بتبقى جوه الطحال، فبتبقى الميه بتاعته نفس اللون ده. واحنا كده كده مش بنستعمل الميه اصلا في حاجه، انا واحده من الناس ما بستعملش الميه بتاعه الطحال في حاجه. انا حبيت بس اوضح لكم الميه غامقه ليه. هنا طبعا كان فات حوالي يعني نقوله نص ساعه، وانا طبعا كل شويه ببص عليه وبعدله. الحته اللي مش طايلها ميه باقي يعني بقلبه عشان الميه تطوله. هتقولوا ده ما بتزوديش الميه ليه؟ هقولك علشان يعني بحس ان حلاوته ما تروحش من كتر كميه الميه اللي فيه. انا هنا بحاول اقلبه بايد واحده، مش عارفه عشان بصور بالايد التانية. هفصل الكاميرا يا حبايبي واقلبه الناحيه التانية. وهنا بقى كان استوى بعد ما عدلته وسبته 10 دقايق كمان. وانا طلعت الطحال اهوت. انا هنا قطعت الطحال طرنشات، عايزه تقطعيه مكعبات براحتك، في صينيه او طاسه على النار، وحطيت شويه زيت. انا هنا بوريكم الطحال مقطعاه سمك تخين ازاي وحلو. طبعا دي مش الكميه كلها يا جماعه. هستنى بعد الزيت ما يقدح كده، وهبتدي ايه، انزل بالطحال بتاعنا. هندي بعد كده تقليبه حلوه. وعايزين بقى ننزل بالتوابل، شويه فلفل اسمر، وهنزل كمان بشويه كمون وشويه ملح. لو حابه تحطي حبه شطه مفيش اي مانع، ده انتي وذوقك. وهقلب فيه، ما بحمروش طبعا، انا بقلبه كده بياخد ايه تشويحه كده معايا ولون خفيف، ومش لازم الوشين بتوع الحته ياخدوا لون. ويا اما بتقدميه في سندوتش مع طحينه وسلطه، يا اما بتعملي جنبه شويه مكرونه بالصلصه. انا بصراحه يعني في اللي حب ياكله مع مكرونه، وفي اللي حب ياكله مع طحينه. بعد ما خلصنا كده هنرش عليه شويه بقدونس صغيرين، والف هنا وشفا، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم.